نهاية المرة سنأخذكم لمعلم سياحي طبعا تعرفونه كثيرا، لكن ربما منكم من لا يعرف قصته. لا زال ضريح المرأة الهولندية هولندية الأصل أقول جيان الملقبة لدى السكان والمعروفة أصلا لدى السكان المحليين ببني حواء بماما بينات شاهد على واحدة من أشهر الأحداث الحقيقية وقعت عام 1802 بعد نجاة 9 نساء من طاقم باخرة البنال التابعة للقوات الفرنسية غرقت قبالة السواحل اسمه فريبي بني حواء. عن هذه القصة الأسطورية لماما بينات نتابع روبورتاج سفيان عروبين من بني حواء. في إحدى ليالي شهر جانفي الماطرة من عام 1802 استيقظ سكان بني حواء والمناطق المجاورة لها على خبر غرق سفينة بسواحل السواحلية. سارعوا إليها حاملين مختلف أنواع الأسلحة البسيطة معتقدين أنها على متنها غزاة، لأنهم كانوا يؤمنون بأن البحر مكان غير آمن بالمرة. لكن باخرة البنال كانت تحمل إليهم قصة امرأة سيذكر اسمها كثيرا بهذه المنطقة مستقبلا. وعلام خديمي مهتم بالتاريخ. سفينة البانال يعني كانت ضمن أسطول بحري يتكون من حوالي 14 باخرة حربية، كانت في ميناء تولون مع الحلفاء يعني لفرنسا، يعني باش ينقلوا يعني قوات فرنسية لإخماد المظاهرات والتمرد اللي كان واقع في سان دومينيك بأمريكا. وكانت يعني الباخرة لما انطلقوا كان هناك حسب واش كان مكتوب في كتب التاريخ أنه كانت عاصفة، ولهذا دخلت سفينة البانال إلى البحر الأبيض المتوسط، وكانت يعني غرق السفينة بمنطقة سواحلية تقع يعني في بين بلدية بني حواء وبلدية دقوسين، حوالي يعني 3 كيلومتر غرب بلدية بني حواء بمنطقة تسمى قرب إيميفري. كان غرق السفينة وكانت ليلا، بأن السفينة كان على متنها 200 بحار و529 حربي يعني من القوات الفرنسية و9 نساء. يوم 15 جانفي 1802 هي جيان أو ماما بينات اختارت أن تمكث بالمنطقة من بين المئات ممن كانوا على متن السفينة ممتهنة مهنة التمريض، فأحبها السكان وأحبتهم، وكبرت العلاقة إلى أن توفيت، فبني قبرها على شكل ضريح يطل على شاطئ بني حواء المركزي. أعيد بناؤه في الحقبة الاستعمارية، يضيف السيد بوعلام خديمي. لما عرفوا سكان المنطقة أن هناك غرق للسفينة كامل، وزعوهم على السكان اللي كانوا هنا في المنطقة وقاموا بإعطائهم المؤونة وإلى غير ذلك. بقيت ماما بينات هنا في بني حواء لأنها كانت ماما بينات تسمى اسمها الحقيقي جيان، اللي كانت في حوالي عمرها 50 سنة، يعني كانت كبيرة السن. لهذا ماما بينات يعني قعدت هنا في منطقة بني حواء اللي أعجبت بمناظرها، لأن هناك يعني رسالة لماما بينات التي كتبت لعائلتها يعني تذكر يعني بأن منطقة بني حواء خلابة وعجبوها يعني سكان المنطقة. اسم ماما بينات استغلته أيضا السلطات الفرنسية إبان الحقبة الاستعمارية في الترويج لمنتوج مربى التين الذي كان يتم تصديره من بني حواء، حيث كانت خلفية العلامة التجارية كرموسات تحمل اسم صورة لضريح ماما بينات. من بني حواء سفيان عروبين لإذاعة الفيل الجهوية.